الحقيقه ان الذكاء الاصطناعي اصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليوميه، وده الحقيقه خلى العالم كبير على مستقبل شبابنا وعلى سوق العمل. ايه المهارات اللي لازم يتعلمها الشباب علشان يواكب سوق العمل اللي بقى عصر الذكاء الاصطناعي؟ ده اللي هنعرفه. كمان الموبايل حقيقه دايما عندنا تحدي كده ما بين استخدام التكنولوجيا والاستفاده من التكنولوجيا، وايضا ما بين الاضرار اللي ممكن نقع فيها من هذه التكنولوجيا. ازاي ممكن نستخدم الموبايل كاكتساب مزيد من المهارات؟ كمان ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا النهارده مع الدكتوره سماح عبد الرؤوف، مدرب دولي معتمد ولايف كوتش. اهلا بيكي، صباح الخير. صباح النور، بنصبح على كل مشاهدينا. مبسوطه جدا انا معاكم النهارده. ربنا يخليك، نورانا. الله يخليك. بدايه كده، عصر الذكاء الاصطناعي، اكيد بقينا في العصر ده كل حاجه في حياتنا بقت هي محاطه بالذكاء الاصطناعي. ده حقيقي. ده متطلب مهارات جديده لازم ان احنا نكتسبها. ايه اهم المهارات دي؟ هو ده حقيقي طبعا، لان احنا لازم نواكب العصر اللي احنا عايشينه، واهم حاجه ان احنا يكون عندنا المهارات دي، نكون مؤمنين اولا ان احنا لنا قيمه. دي اول حاجه. تاني حاجه يكون عندنا مرونه للتعلم، يعني دي الثقه بالنفس بقى اول حاجه. ان احنا عندنا القدره، لان صفه الله القادر جعلها في كل عباده، حتى اللي هم عندهم قدرات خاصه اللي احنا بنسميهم قادرون باختلاف. فالفكره ان انت دايما خلي عندك ايمان انك قادر بكل ظروفك، بكل صحيح. عيوبك، بكل مميزاتك. فانت علشان تبدا تتعامل في مواكبه العصر ويكون عندك مهارات حقيقيه، اولها ان يكون عندك ثقه ان انت قادر. ودي منحه من الله، مش محتاج فيها مجهود. تاني حاجه ان يكون عندك مهارات تواصل. علماء النفس والقياده قالوا ان 85% من نجاح الشخص في العصر ده في التواصل، سواء التواصل مع الذات، سواء التواصل مع الله، سواء التواصل مع الاهل والعلاقات، سواء التواصل مع فريق العمل. دي أولهم. و15% فقط هي الجانب الفني والأكاديمي. طيب إيه تاني؟ يعني التواصل مع أهم من المهارات التقنية الأخرى. ده هم اللي قالوا علماء النفس بكده. لأن إزاي إن أنت تكون شخص ناجح وفي نفس الوقت مؤثر؟ هتعمل ده إزاي؟ إلا إذا كان عندك تواصل مع الآخر، سواء في العمل، سواء مع الأسرة، سواء مع نفسك، سواء مع الله. صحيح. اللي هم الأعمدة الحقيقية التوازن النفسي عندك. تاني حاجة ان يكون عندك مرونة في التعلم. طب انا النهارده ناقصني جزء محتاجه اتعلمه، ابتدي اتعلمه. الابلكيشن الاي اي اللي نزل جديد انا مش عارف استخدمه، اتعلمه. أيوة. وتاني حاجه ان انا اقيم دلوقتي الليرن بتاعي واصل لانهي مرحله. انا دلوقتي عارف جزء صغير محتاجه ازوده، انمي الجزء ده وارجع اتعلمه. زي كده لما رجعوا المدرسين بداوا يتعلموا التحول الرقمي. هم ليه عملوا كده رغم ان هم كبروا ودرسوا وبقوا مديرين؟ والفكره كلها انك انت بتواكب الجديد، علشان السوق دايما ما بين العرض والطلب، سوق العمل ما بين العرض والطلب. ومش عايزين يبقى عندنا كده كبر كده ان احنا كبرنا ومش هنعرف نتعلم ده، او احنا خلاص اتعلمنا كفايه، فما ينفعش بقى بعد ده كله ان انا اروح اتعلم تاني. في حته كده بيبقى فيها يعني عندنا كده كبر، انا هتعلم تاني. لا، اقدر اتعلم طبعا، وخصوصا في حاجات كتيره احنا بننساها. يعني مثلا اللغه على سبيل المثال، صح. من الحاجات اللي احنا ممكن نتيجه ما فيش ممارسه بننساها. فعايزه على طول انك استمراريه وتجدد معرفتك بالحاجه مره. هي فكره الاستمراريه دي اهم بوينت حضرتك قلتيها النهارده. يعني الفكره فين؟ في انك انت كل ما استمريت في اللي انت بتعمله ولو بسيط، ولو مهاره واحده، ما توسعش المدارك قوي على نفسك فيحصل لك بانيك، لان الاحتراق النفسي بيجي من هنا. انت عندك راس مال نفسي ربنا وضعه فيك، صحيح. سواء المرونه، سواء الامل، سواء حب الحياه، حب التعلم، كل ده ربنا اداهولك، ما انتش تعبان فيه. انت تستخدمه، هو ده الاهم بالنسبه لك. بنخاف يعني من الذكاء الاصطناعي، احيانا بيقول هتفقد وظائف. هي بالفعل هتفقد وظائف ولا هتخلق لنا فرص عمل جديده؟ هما الاثنين الحقيقه. الفكره هو مش بيوقفك، زي بالظبط كده زمان لما كان عندنا التلفزيون ابو زرار، وكانت الناس بتشده كده يطلع في ايديها الزرار. لما جم عملوا ريموت احنا كلنا اتخضينا، او اهالينا عموما اتخضوا. ولما ابتدينا نستخدمه هو عمل ايه؟ هو سهل الحياه. هي الفكره كلها ان اداه التعلم الاصطناعي والذكاء الاصطناعي هي اداه تعلم. هي مهاره جديده بتستخدمها عشان ايه؟ عشان تسهل حياتك، مش علشان تعرقلك ولا تاخد وظيفتك. ليه؟ انت لو كل ما كنت استخدمتها لوظيفتك فانت مطلوب اكتر.
علشان انت كده مواكب العصر. ودايما السوق محتاج الناس اللي عندها ادوات جديده، لان بتقل الوقت نفسه قل وعامل الزمن اتغير. ده هيخليه الواحد يشتغل اكتر. بالظبط. يعني ده بالعكس، انا حاسه ان الذكاء الاصطناعي ده هيخلينا ان انا هشتغل اكتر على نفسي، هبقى عايزه اعرف اكتر عشان يعني اواكب بقى الدنيا اللي ماشيه حواليا. بالظبط. وفي نظريات دايما بنستخدمها في الاداره، كان يقول باريتو مثلا. باريتو ده قال لنا حاجه حلوه قوي، قال اشتغل 20% مجهود و80% تحصيل، وطبق القاعده دي على حاجات كتير جدا، سواء في عمله، سواء في حياتك، سواء في تعلمك. 20% مجهود و80% بمعنى انجاز. بمعنى انك انت دلوقتي عايز تشتغل 10 ساعات. تمام، ده المفروض الجوب ديسكريبشن بتاعك او الوصف الوظيفي ليك. تمام. طب ما انا اقدر اعمل ده لو عندي ادوات. لو انا بعمل البرزنتيشن في 10 ساعات، كان الاول كده، دلوقتي انا ممكن استخدمه بالاي اي واعمله في 5 دقائق او 10 دقائق. تقول له هات لي معلومات عن كذا، اديني اسئله عن كذا، بيديك كل حاجه، لان هو نافذه على الحياه. هي مكتبه، هي في النهايه مكتبه انت بتاخد منها اللي انت عاوز تستخدمه في شغلك. طب انا دلوقتي بدل ما كنت بعد ال10 ساعات انا اقدر اخد ساعتين، 20% من وقتي، و80% اطور وطور ذاتك بقى باللي انت محتاجه اكتر، فبقيت انت كده ايه، فاليو، ليك قيمه اكبر. صح. فهو ساعدك انك تكون ليك قيمه اكبر. ناس كتير من اللي بتحب القرايه قالوا ان هم بداوا يقروا اكتر لما الذكاء الاصطناعي، الابلكيشنز، سواء اي حاجه فيها اي اي بتخليكي تعرفي معلومات اكتر. ده حتى وصل لدرجه ان الكتب بقى بيلخصها ويديك الملخص بتاع الكتب، بدل ما انت هتحط كتب ومش تقراها والوقت هتقول مش هيكفي، بيديك الملخص على طول تسمعه بقى وانت سواء مسموعه او مقروءه. ده انت صحيح. دلوقتي بدل وانت في العربيه تستثمر وقتك، ده جزء من الاستثمار، بدل ما هو كان كله ده بيركن غلط، ده بيكسر عليا، ده, أيوة. ده انت تقدر وانت في العربيه تسمع الساعه اللي انت ماشي، فتزود عدد الكتب اللي انت عارف عنها، سواء كانت ملخصه اهدافها ايه، بتتكلم عن ايه، نظره عامه. ازاي نوازن بقى ما بين المهارات التقنيه زي مثلا البرمجه وما بين المهارات الشخصيه زي التواصل، زي التفكير النقدي مثلا؟ ممكن نعمل كده ازاي؟ البرمجه مهمه جدا جدا، سواء تقنيه او عصبيه. يعني كان دكتور ابراهيم الفقيه هو بيتكلم في البرمجه العصبيه دي ازاي هاو تو دو اللي انت عاوز تعمله. انت نمط شخصيتك ايه، بدل ما تبقى ضاغطه عن نفسك فتعمل لنفسك احتراق نفسي في مهنتك، تبقى عايز تعمل ومش عارف. دي بيخليك تستخدم النمط اللي في شخصيتك، فتقدر تبقى عندك وعي واثاره اناره لوعيك اكتر. طيب التقني بقى، لغات البرمجه دلوقتي مطلوبه في سوق العمل، من اول البايثون، الجافا سكريبت، كل لغات البرمجه هي تبان انها بلوك كبير جدا وبنتخض منها، لكن هي في الحقيقه استخدامها وخطواتها بسيطه، ومحتاجه بس انك تعمل الخطوات بتاعتك بطريقه شركه تويوتا. تويوتا قالت لنا ايه؟ عملت نموذج رائع في الاداره الاستراتيجيه. عملت فيه ايه؟ قالت لك اسمه الكايزن. النموذج ده ايه استفدتك بيه؟ انك تعمل 20 حاجه صغيره كده، خطوات بسيطه جدا من تعلمك للي انت عاوز تتعلمه، فيعمل لك تطور علشان تفرح بانجاز ال 20% اللي انت بتعمله. يعني بعد ما تطور ذاتك هو بيديك الفيدباك عن التطوير ده. بالظبط. مهم جدا ان هو يديك، ان انت تدي لنفسك فيدباك عن تطويرك. ليه؟ لان لما تستخدم البرمجه، سواء التقنيه او البرمجه العصبيه، الاثنين هم بيخدموا جوده حياتك. ده بيسهل لك شغلك كاداه، وده بيريح لك، بيعمل لك اتزان نفسي. فالاثنين مهمين جدا. صحيح. الموبايل واحنا طبعا طول النهار في ايدينا كده موبايل، ازاي بقى يعني اولا ازاي ممكن اتحكم في عدد الساعات؟ لان احنا الحقيقه بقينا قاعدين على الموبايل بننسى نفسنا. اعمل ازاي التحكم في عدد الساعات اللي انا بفضل فيها على الموبايل من غير اي فايده مثلا؟ هو الحقيقه الموبايل هو اصلا اداه مش قيمه. يعني انا في ناس بتقدر تستخدم الموبايل في حاجات كتير جدا في شغلها، لدرجه ان احنا دلوقتي بنطلع لايف بالموبايل. صحيح. مش محتاجين استوديو، لكن احنا بنعمل ايه؟ لا اما بنديله قيمه اعلى من حجمه، يا اما احنا بنستخدموش خالص، بنرفضه تماما. فاحنا لو عملنا ده دايما، دكتور علي جمعه قال ايه؟ قمه الجبل اوسط الجبل هو اعلاه، يعني لا كده ولا كده. فانت عايز تستخدم الموبايل هيفيدك جدا لو استخدمته كأداة، لكن لو استخدمته كصديق، لو استخدمته كبديل لحياتك، لا، هو اللي هيستعبدك. طيب ممكن عن طريق الموبايل انمي مهارات
ايه؟ يعني زي ايه ممكن انمي مهارات عن طريق الموبايل؟ ما يبقاش اداه بس اعرف اخبار المشاهير ايه ومين اتجوز ايه ومين طلق مين والكلام ده. احنا كان في عالم اسمه ستيفن كوفي عمل مصفوفه اسمها ايزنهاور. تعمل ايه؟ ايه الهام وعاجل؟ ده 4 مربعات عشان تدير وقتك وانت بتستخدم حتى الموبايل. سكرول براحتك، بس سكرول فيما يفيدك. اتفرج على حياتك، مش ما تتفرجش على حياة الناس وتقارنها، لان ده عيب من عيوب الموبايل. فانت هتعمل ايه؟ هتعمل المصفوفة دي، هم 4 مربعات، اولهم هام وعاجل. ده وقت مهم جدا، بلاش تضيعه فيما لا يفيد، سواء استخدمت الموبايل كأداة شغل او كأداة راحة. طيب انا دلوقتي غير عاجل ولكنه مهم، تمام. ايه التالت الحاجه؟ لا هو عاجل ولا هو مهم، لكن هام وغير عاجل. ال4 مربعات دول بينظموا وقت حياتنا بالظبط. انا عايز استفيد بالموبايل يبقى هحطه في هام وعاجل. انا عندي شغل وليه ديدلاين هستخدمه في المربع ده. لو انا عايز ارتاح بس او استخدمه كنوع من انواع الفن صحيح والمتعه، حقك اعمل ده في الوقت اللي فيه غير عاجل وغير هام. يبقى انت كده ضميرك مرضي، لانك انت مدير حياتك، انت المدير التنفيذي لقيمتك في الحياه، مش حد تاني. ما نخليش بقى الموبايل احنا ماسكينه وبنعمل يعني بننسى الدنيا خالص ورايحين بقى معاه بالزبط. ونفضل بقى، لان هو بيسحبك لعالم ليس عالمك. صحيح. انا دلوقتي موجود في الحياه ليا وقت معين، ربنا منحني عمر معين استفيد بيه، اعتبر ان انا بعمل ايه؟ باخد الROI بتاعي، العائد على الاستثمار في نفسي. طب انا اعمله، انا عايزه انبسط في ساعتين بس، حطها في المربع بتاع غير عاجل وغير هام. وانت بتتفرج على حياه الاخرين اوعى تنسى ان ده جزء صغير قوي من حياتهم. ما شفتش المعاناه اللي هم بيعملوها، هو وراك الصوره الحلوه، فاوعى تحكم على نفسك ولا تقارن حياتك بيه. ودي مهمه قوي. تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية، لأن الحقيقة بقينا احنا محاطين بالسوشيال ميديا في حياتنا، بتأثر ازاي على صحتنا النفسية؟ المشكلة ان السوشيال ميديا ادتنا الصورة المثالية عن الحياة. خلتنا نشوف البنوته في احلى صوره ليها، والاجسام المتظبطه، والاجسام المتظبطه سواء معموله بالاي او حتى هم جايبين صور ومركبينها، لكن حياتهم الحقيقيه فين؟ المعاناه اللي بيعيشوها فين؟ فللاسف حطتنا في احتراق نفسي، مقارنه طول الوقت، وخاصه الشاب اللي لسه بيبتدي حياته هو نفسه يوصل للنموذج ده. في عالم مشهور في علم النفس اسمه كارل روجرز قال ايه؟ قال احنا عندنا 3 ذوات، واحده مدركه الحقيقيه، واحده مدركه، واحده حقيقيه، واحده مثاليه انا عاوزه اوصل لها. مشكله السوشيال ميديا هي خلت لنا المثاليه دي ان ده الديفولت، ده العادي، لكن هي الحقيقه مش ده العادي. انت ما جربتش معاناته وراء الكاميرا، ما شفتش حياته ايه ناقصها من النعم. صحيح. فوانت بتتفرج على السوشيال ميديا اوعى تاخدك لان ده العالم الحقيقي، لا هو ده مش العالم الحقيقي. العالم الحقيقي اللي انت عايشه دلوقتي، وبدل ما تقارن الاحسن قارن الاقل. في ناس عندها قادرون باختلاف وبينجحوا، وده مهم جدا. طب ايه المهارات اللي لازم الشباب يبتدي يتعلمها علشان بقى يعني يحط نفسه في القالب الصحيح، سواء بقى يواكب عصر الذكاء الاصطناعي، يتعلم مهارات جديده عن طريق الموبايل؟ ما هو برضه ممكن الموبايل يبقى مفيد جدا، يتعلم مهارات كتيره. ايه اللي المفروض يعمله الشاب؟ هو اولا لازم هو نفسه يكون هو عاوز ايه. هي فكره انا عاوز ايه، هو انا حياتي اللي انا فيها دلوقتي محتاج منها ايه. ودي بقى ممكن نقول نصيحه تقدميها للشباب اللي بيتفرج عليها دلوقتي، تقولي لهم ايه؟ الحقيقه انا هقول لهم 4 عين. ايه بقى 4 عين دي؟ حياتك 4 اعمده فيهم توازن، العمل، العقل، العباده، العلاقات. خلي كل عمود فيهم متزن، اي عدم اتزان فيهم خليهم كلهم بالتساوي في حياتك. صحيح. ولو في كل اسبوع زود جزء صغير هيؤدي لتوازن حياتك، لان انت حياتك مبنيه على ال4 عين عشان تكون في سلام نفسي وفي جوده حياه. وده هو بقى النصيحه اللي احنا بنقدمها في الاخر كده عشان يحصل لنا السلام النفسي اللي احنا بنسعى عليه. نورتينا يا دكتوره. شكرا جزيلا. بشكر طبعا النهارده الدكتوره سماح عبد الرؤوف، مدرب دولي معتمد ولايف كوتش. شكرا ليك، نورتينا. شكرا. خلصت حلقتنا معاكم النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. على وعد باللقاء بكم ان شاء الله بكره مع فريق عمل جديد، وبنصبح عليكم.